هل مشاعر الأم بتأثر على الجنين؟ تخيلي إن كل نبضة قلب عندك وكل لحظة فرح أو توتر بتوصل للبيبي وبتأثر عليه. الجنين مش بس بيتغذى منك، ده كمان بيحس بمشاعرك وبحالتك النفسية. لما بتتوتري أو تزعلي أو تعيطي هرمون الكورتيزول بيعلى في جسمك، والهرمون ده بيعبر المشيمة وبيوصل للجنين وبيأثر على نبضات قلبه وعلى حركته سواء بالزيادة أو النقص حسب طبيعة الجنين. وبالعكس تماما لما بتهدي وتتنفسي بعمق مستويات الأكسيتوسين بتعلى، وده بينظم نبضات قلب الجنين وحركته. يعني فعلا هدوءك بيسكنه وبيهديه. تأثير مشاعرك على جنينك مش كلام نظري، دي كيمياء حقيقية بتحصل جوه جسمك. ده غير ان بيحصل برمجة للجهاز العصبي للجنين من آخر الشهر الثاني وبداية الشهر الثالث. مخ الجنين بيبدأ يتفاعل مع إيقاع حياتك، نبضك، نفسك، نومك، مستوى توترك، كأنه بيكون أول نسخة من طريقته في التعامل مع العالم من وهو لسه في بطنك. بس مهم تعرفي ان التوتر العابر والعصبية العادية مرة كده عادي، مفيش مشكلة ان شاء الله. المشكلة بتظهر لما بيكون في توتر مزمن او حزن مستمر او عصبية زيادة طول الوقت لفترات طويلة. عشان كده دايما بقول للمحيطين بالام وخصوصا الزوج، سواء الام حامل او لسه والدة او بترضع، حافظوا على نفسية الام يا جماعة. ريحوها وابسطوها وساعدوها على الهدوء والاسترخاء. ساعدوها على قد ما تقدروا، بلاش تزعلوها، لأن في إنسان بيتكون جواها وحالتها النفسية بتأثر على شخصيته وقدراته العقلية والمهارية بشكل مباشر طول عمره. لو حابة تعرفي إزاي تخلي رحلتك أنتي وطفلك أهدى، تفهمي جسمك أكتر، تابعي صفحتي على كل المنصات. ولو محتاجة دعم حقيقي خطوة بخطوة، احجزي مكانك في كورس أمومة بلا قلق، هيساعدك تجهزي لكل مرحلة بثقة وهدوء. إن شاء الله هنعلن قريب قوي عن موعد الراوند الجديد. وخليكي دايما فاكرة إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.